في الحر ده ما بنبقاش عايزين لا زيوت ولا قلي ولا اي حاجه. هعمل معاكم النهارده طريقه مختلفه للبانيه من غير بقى بقسماط ولا بيض ولا قلي ولا زيت ولا اي حاجه من الحاجات دي، ولا كمان بصل. تتبيله بس بسيطه وخفيفه جدا، وتشويحه كده اهوت هتطلع معاكي احلى بانيه. مش هتقفي 5 دقايق في قلب المطبخ عشان تجهزي غدا. يلا بينا نبدا سوا الوصفه مع بعض. اول حاجه هستخدمها انا هنا، هستخدم في الوصفة يا جماعة هوت صوص. يعني انت لو مش عايزاها سبايسي بلاش الفكرة ديت، تمام. ومعايا شوية توابل بسيطة جدا هم اللي هستخدمهم في قلب تتبيلة البانيه. هيديكي طعم حلو، هيديني طعم في منتهى الجمال، وخفيف كمان وما يتعبش، ومن غير اي لا كفر ولا بيض ولا بقسماط ولا بصل ولا زيت ولا اي حاجة من الحاجات دي. حطيت كمان معلقة صغيرة من المستردة. وهبتدي بقى هحط ايه، فلفل اسود، ملح، بصل باودر، توم باودر، ومعلقة من بهارات الفراخ صغيرة، وبابريكا. هبتدي اقلب كل ده على بعضه واتبل بيه الفراخ بتاعتي، وهسيبها 10 دقايق او نص ساعة يا ستي تاخد وتدي مع بعضها من التتبيلة الخطيرة دي. بصي بقى في اقل من ثواني اهو. ودي كده اول الخطوات. بصوا لون التتبيله خطير ازاي، كمان ريحتها كان حلو جدا. بعد كده هبتدي احط 3 معالق زيت في قلب الطاسه، وبمنتهى البساطه بقى هبتدي هشوحها مش هقليها. الزيت اللي انا حطيته ده هيكفي كميه البانيه اللي انا حطاها كلها، يعني مش هستخدم غيرها. وصفه النهارده من الوصفات الخفيفه جدا، تقدري بقى تعملي جنبها كول سلو، مكرونه بالصلصه زي ما انت عايزه، مكرونه وايت صوص. الطعم كان خطير جدا، والوصفه حلوه وسهله قوي. لو متابعين معايا الوصفه لحد دلوقتي، انا مرمر، دي قناتي على اليوتيوب، يسعدني جدا تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الوصفات الجديده والخطيره اللي فايتكوا واللي لسه هنعملها سوا مع بعض. اشوفكم بخير. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن. باي باي.